السيادة الليبية. من هؤلاء الذين دعموا ويدعمون الحركات الإرهابية منذ 4 سنوات. هذه الحركات الإرهابية مدعومة من قطر وتركيا والسودان. طب أنا عايز دلوقتي ولا بس أتكلم على مجلس الأمن بس دلوقتي. إذا نعم. دلوقتي هذه المقدمات الطويلة اللي احنا عارفين كويس قوي ان في مواد معينة بنطالب بيها نعم. في مجلس الأمن، إلى ماذا توصلوا؟ خاصة إننا برضو احنا دايما متعودين عادي يعني من أمريكا بالازدواجية إنه وحق الفيتو، إن النهارده ممكن يقول لك ضد الإرهاب وهو النهارده بيرمي أسلحة لداعش عادي، إنه ممكن النهارده يقعد في مؤتمر لمحاربة الإرهاب وهو بيأيد داعش عادي يعني وبيمولها، وإن هو بيأيد مع تركيا يعمل لك مؤتمر على بالنسبة لتمويل الحدود تحت مسمى المعارضة المعتدلة في سوريا، ولكن كلنا نعلم إن هم الإرهابيين. فإذا بالتالي نتكلم هنا نرجع تاني النهارده ومجلس الأمن بيجتمع ومصر لها دور قوي وبتساند ليبيا وبتساند لها كجيش وبتساند لها كدعم عسكري وبتساند لها كقوة وبتساند لها إنها كشرعية. هل تعتقد إن ده هنوصل في الآخر نتيجة لإيه سياسيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية واضحة سياستها، بريطانيا واضحة سياستها. الآن ماشية ورا أمريكا عادي يعني. عادي. المماطلة ومحاولة هم محرجين. يعني ما بيعرفوا يتحرجوا؟ لا بالنسبة للناس في ناس في أمريكا الناس مواطنين عاديين لا يرضوا بهذه الأمور يعني. فهم محرجين، بدأوا وكأنهم يريدوا تسوية. والحوار الليبي هو لما تقول حوار ليبي وكأن الشعب الليبي منقسم على بعضه، نص إرهابي ونص مع الشرعية. ولكن الحقيقة الشعب الليبي كله ملتف حول الشرعية، حول جيشه. هذه مجموعات إرهابية معروف مقرها رأس الأفعى مصراتة. مصراتة قادة مصراتة هم قادة الإرهاب، قادة الإخوان المسلمين، الإخوان الشيطان، المرشد بتاعهم من مصراتة بشير الكبتي الشويهدي، قائد الوجه السياسي محمد صوان من مصراتة. هل إشاعة ولا حقيقة ما قيل عن أنه تم استقالة أو إقالة مدير المخابرات الليبية؟ إن شاء الله يبقى كويس إن شاء الله. هو قيل أنه تم إقالة مدير المخابرات الليبية. طبعا لا، القرارات اللي تصدر من الشرعية طبعا هم متمترسين في طرابلس وعاملين برنامج يعني غريب جدا، يعني مجموعة أفراد عاوزين يفرضوا إرادتهم على الشعب الليبي بقوة السلاح وقوة الإرهاب، وبهؤلاء المجموعات اللي ريت اللهجة بتاعهم اللغة اللي بيتكلموا بها وليسوا ليبيين، فيريدوا أن يفرضوا إرادتهم على الشعب الليبي. لكن الحقيقة اللي يجب أن تفهمها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ودول غربية أن الشعب الليبي لن يسمح لأجنبي غربي أن يدخل إلى ليبيا على الإطلاق. أنا كنت فرحانة جدا النهاردة لما قريت البيان الأول اللي صادر من الجيش الوطني النهاردة الليبي اللي طالع وبيقول فيها إنه هو اللي بيطالب الجيش المصري بمساندته وإنه هو سعيد بمساندته. وإنه هو ضرب سكنات وبيعلنها صراحة إنه هو قام بضرب سكنات وأماكن ذخائر والإرهابيين، عشان المشهد الهزلي اللي احنا تعودنا بيه من الجزيرة إن احنا نشوف فيلم كده ويقول إن المصريين قتلوا الإرهابيين. فكان جميل قوي إنه الجيش الوطني هو اللي طالع وبيقول، وهو مش احنا اللي بندافع عن نفسنا، احنا لسنا بحاجه الى الدفاع عن انفسنا، ولكن هم اللي طالعين بيعلنوا هذا الى العالم. انا عايزاك بقى ترد بقى بالبديهيه، لان في ناس قالت يا جماعه الصور دي اصلا اساسا الاماكن الضرب دي كلها اللي تم ضربها في اماكن صحراويه وبالتالي ليس بها ناس مدنيين. انا عايزاك ترد على الكلام، هل ده فعلا دي اشاعه ام حقيقه يا دكتور صلاح؟ يا سيدتي اقول لك من معلومات مؤكده. هذا الآن خذي مني المؤكد. أكيد طبعا. والشعب المصري العظيم والجيش العظيم اللي الآن يساند شرعيتنا، البرلمان وجيشنا الوطني وقيادتنا العسكرية اللي تقاتل في الإرهاب اللي يقود فيها اللواء الركن خليفة بقاسم حفتر، أبى من أبى وشاء من شاء. سننتصر إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله سننتصر بإذن الله. كل الصور اللي طلعتنا هذه القناة التي مستمرة في التآمر على ليبيا وعلى الأمة العربية وعلى مصر العظيمة التي تبث من قطر. أولا صور الثلاث أطفال هؤلاء ماتوا السنة اللي فاتت في اختناق غاز اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون من فحم
كان في غرفتهم في البيضة، مدينة البيضة، والصور قديمة. المنازل اللي وبعض الصرخات هذه هجوم على منطقة العزيزية في طرابلس من قبل عصابات مصراتة. لا، عصابات مصراتة. الصور الأخرى، تخيلي، أنا شاهد عيان على قضية غريبة جدا. من سنتين أو من سنتين أيام المدعو مرسي، كانت مظاهرة في اسكندرية. أنا كنت في اسكندرية، جاي اسكندرية، مظاهرة من سوريين كذا يقولوا يسقط بشار الأسد وكذا، ويصوروا فين؟ في منطقة العصافرة، بين العصافرة وشارع 45 والشوارع دي، وصور وفي كاميرات تصور. تمام؟ ومعروفة. وكان المغرب كده. اليوم الثاني كان يوم جمعة، كانوا عاملينها على قريب المغرب وكاتبين مباشر حي مش عارف ايه في دمشق، وهو مصورها في اسكندريه. اقسم بالله انا شفت بعيني جنب، انا شفت المقهى اسمه ماجيك مش عارف ايه، اسكندريه، لان هم مروا من جنبنا ونحن ناخذ قهوه. فالفبركه الجزيره يا عرب ما عادش تنظروا لها هذه الخونه. طب لازم اتكلم على قطر بقى، ده يخليني برضو انا بتكلم عن الجزء اتكلم على قطر. قطر قالوا ان هم مولوا الارهاب والاخوان بطريقه يعني سواء اموال سواء اسلحه، كل بطريقه يعني مبالغ فيها بشعه. انا عايزه اقول حاجه، نقطه مهمه قوي. هذه الاسلحه اللي موجوده هناك، هل هي فعلا زي ما بيتقال من تمويل قطري، ولا كان موجودة عند معمر القذافي أصلا لما كان بيكون موجودة وبيشتريها، ولا دي جت بعد إيه؟ يعني إحنا عايزين نعرف، إن إحنا عمالين نسمع في مصادر أسلحة كتيرة جدا، ولا تم تهريبها من الحدود؟ يعني تقول لي منين؟ معلش، إن إحنا شفنا فيديو امبارح تم تسريبه وتم توزيعه، وقيل إن داعش نفسها هي اللي تمت بتوزيعه عشان تقول أنا عندي أسلحة. وفي ناس بعض العسكريين قالوا لا طبعا انه ده بس لاستعراض القوه وان ده كله مش موجود، وفي ناس قالت لا ان ده موجود. انا عايزك تقول لي عشان ترد على الساده المشاهدين اللي تابعوا هذا الفيديو، تقول لهم اين الاشاعه من الحقيقه؟ اولا نريد ان نصحح معلومه. اتفضل. الاسلحه اللي كانت ما كانش في بيت القذافي، دي اسلحه الجيش الليبي. ضربت الدشم وفتحت للعامه، ضربها الناتو. في دشم كانت 500 كيلو في جنوب طرابلس في الصحراء. يعني لما يقال انه من اسلحه كان مخبيها القذافي، دي كانت اصلا اسلحه الجيش الليبي. الجيش الليبي. القذافي هو مواطن ليبي اصبح رئيس دوله. يعني اي جيش ممكن تقول كتايب فلان وتمشي تضربه. ده طريقه من السيطره والتحكم على العقول. فهذا الفيديو احنا شفناه بقى الجيل الرابع من الحروب، اكيد فيها اشاعات. هذه الاسلحه سيدتي في الموازين الدوليه لا تشكل خطر على الاطلاق، ولا تشكل، لا ما تمشيش 20 كيلو 10 كيلو في البحر، وبالتالي ليست خطر على الدول الكبرى الامبرياليه. طلقوها للعامه عشان الليبي يرهب الليبي، وعشان الليبي يرهب المصري. المنطقة في الحي يرهب يعني حاجات أهلية، حروب أهلية أو سيطرة على المناطق. بالضبط. لكن الأسلحة الاستراتيجية عاوزة دول مستقرة، دول آمنة، دول عندها إمكانية لخلق الردع. هذه الحركات لضرب الردع، لضرب الردع. وبالتالي الردع لا يمكن أن يتم إلا في مجتمع مستقر وآمن. الجامعات تشتغل، علماء، معامل، مفاعلات، ده يخلق فيه الردع. ضرب الردع من مصلحة العدو الصهيوني. ضرب الردع في المجتمعات العربية، كيف يضرب الردع؟ بضرب الاستقرار، ضرب الأمن. جعل هذه الأسلحة الخفيفة في متناول الشارع. هذا اللي يستعرض في درنا بال14.5 المضاد للطائرات الصغير ده، هذا اللي بمناسبة درنا يهمني برضو أنا أقول إنه طلعت إشاعات كثيرة جدا على درنا. درنا قريبة قوي لحدودنا مع مصر، يعني حدود المصرية الليبية درنا قريبة جدا، يعني ما تيجي تبص لها يعني ما تجيش مسافة يمكن بالعربية قريبة جدا درنا من الحدود المصرية الليبية. وهذه المنطقة بيقال إنها من أكثر الأماكن اللي فيها إرهاب وفيها تمركز من الإخوان جنب مصراتة. هذه إشاعة أم حقيقة دكتور صلاح؟ حقيقة. درنا الآن مختطفة بالكامل كلها إرهابيين، يعني درنا ومصراتة هم دول أشهر منطقتين، مركزين. لكن المنطقة الغربية اللي هناك الحدود الليبية يمكن ما فيهاش. لا الحمد لله. مع حدود مع تونس ما فيهاش مشاكل. عندنا في منطقة يقولها صبراتة برضو
دي فيها شويه، بس عندنا الجيش الوطني الحمد لله استطاع ان يقضي على كثير منهم، لان عندنا من الوطيه ومن المناطق. لكن درنا اللي هي على حدودنا ومصراتة، درنا هي بعدها عن الحدود المصريه حوالي 450 كيلو، يعني فيها حوالي 350. درنا يعني ده بعد قريب جدا يعني جدا. وفيها حوالي قالوا قيل، وانا برضو عايز حوالي 12,000 متدرب ومقاتل من جميع انحاء العالم. بس السكان اللي موجودين هناك بيقولوا ان هم قاعدين هناك حوالي 80,000، هل دي اشاعه ام حقيقه؟ رهائن والله. يعني 12,000 هم اللي بيسيطروا على بالاسلحه. بالاسلحه ده كل يوم يذبحوا ويقطعوا في رؤوس الناس ويضعوا فيها في بلاستيك ويرموا فيها للناس. طب انا عايزه برضو بالنسبه الذبح ده، احنا الذبح بالنسبه لنا دي حاجه غريبه على الاسلام، وحضرتك بتتكلمي دلوقتي قلت انه الجنود الجيش والشرطه اللي قبل كده وبرضو تم ذبحهم، واللي احنا شفناها برضو بالنسبة لنا كشهدائنا برضو شفناهم بيذبحوا، وما يحدث من داعش بقت حكاية الذبح دي. بيقال انه كل اللي حصل ده كله اللي تم تصويره ده من قبل ناس مش ليبيين ومش من قبل ناس عرب، ولكن من قبل ناس اجانب، وعشان كده هما بيقفلوا اللون، حتى ما بيسهروش لون العينين عشان ما يبانش ان هو لون العينين ازرق او اللي هو يكون من الاوروبيين شكلهم اجنبي. حضرتك بتؤكد هذه المعلومه او ما يشاع انه التصوير وانه ما تم تصويره من فيديو الذبح تم من قبل اجانب وليسوا ليبيين حتى لو كانوا اخوان او ارهابيين؟ نعم، هؤلاء حتى اللغه اللي اللكنه الانجليزيه، ده الراجل اللي بيتكلم ده ويهدد ويتكلم عنده لهجة خاصة جدا يعرفها اللي عايشين في بريطانيا، اللي هي الكوكنيز. هو من صوه، منطقة صوه، المناطق هذه في لندن في لهجة كوكني، لهجة من داخل اللهجات الإنجليزية. المنظر اللي خلفه ده إخراج هوليوودي تمام، لكن هي جريمة حصلت فعلا. أنا عارفة، أنا فاهمة. المقصود بها الإرهاب والترهيب، ونحن من القوة والعماء ما نستطيع أن نفعل دون حسيب ولا رقيب. هم في الحقيقة عارفين حقيقة أن أمريكا والغرب معه، أكيد طبعا، وإلا لما تجرؤوا على فعل هذه الأفعال. ويريدون تفريغ المنطقة من أهم صوت محاجج لهم في المجتمعات المسيحية الغربية، وهو الصوت المسيحي العربي القبطي بالذات. شوفي البابا شنودة وموقفه الوطني والأوروبي الدائم. طب الله يرحمه. دكتور صلاح، السؤال دلوقتي لازم يتبادر إلى ذهننا، مين اللي بيقف دلوقتي أو واقف جنب ليبيا غير مصر؟ لا، نحن طبعا عندنا الاتحاد الروسي الآن إن شاء الله يعني فعلا، وده بمجهود مصري حقيقة. عندنا دول البريكس بدأت تتحرك وتتكلم. بعض الدول الأوروبية مش راضية، مش في الغرب ولكن مش راضية على اللي حاصل. ففي دول بدأت تاخذ في موقف واضح أن ليبيا مظلومة وشعبها مظلوم. بس نقطة الأخوة المسيحيين واستهداف المسيحيين ضروري جدا ليفهمها المواطن العربي. في أمريكا فيه اللوبي الصهيوني، هذا متحالف مع ما يسمى بالصهيونية المسيحية، وعاوزين يعملوا كنيسة اسمها جوش كوميونيتي، جوش أمريكان كريستيان جوش تراديشن، أو اليهودية المسيحية. واللي يطلع منهم يسموه البورن اجين كريستيان، منهم ريغن وبوش وجون ماكين والمجموعه دي وغيره. وطبعا القسيس بتاعهم واحد اسمه جيري فارول، والثاني سان سان مون ده من كوريا، ولكن برضه داخل في القصه. هؤلاء من يحاججهم؟ ادوارد سعيد الله يرحمه، اللي هو المسيحي العربي العظيم، الكاتب والشاعر كان يحاججهم. هيلاريو كابوتشي الآن في الفاتيكان، أحد الأبطال الفلسطين ومطرود من فلسطين. عطلة حنا، قادة المقاومة الفلسطينية زي المرحوم جورج حبش، نايف حواطنا الحالي، قادة القومية العربية من ميشيل عفلق وتعال البابا شنودة، البابا ثوادرس، وكان لي الشرف اني اشوفه امس. نعم. وهذا الصوت يراد ان اما ان يحيد او يهجر من المنطقه، لانه هو الذي يقول لهم ويقول للمسيحيين، والذي يحرج حتى الفاتيكان في بعض الاحيان ان يقول له
هذا المشروع في المنطقة لا علاقة له بالدين المسيحي أو بالدين اليهودي، هذا مشروع استعماري صهيوني لا علاقة له بالأديان. بيعيد بنا إلى الحروب الصليبية تحت مسمى الصليب، ولكن هي حروب استعمارية. بالضبط. وفي ذلك الوقت أيضا المسيحيون العرب قاتلوا الصليبيون. إذن يراد إسكات هذا الصوت وتحييد هذا الصوت، هذا بأدوات من؟ برضو بأدوات إخوان الشيطان وما تفرع منهم من منظمات. طب دكتور صلاح، السؤال برضو لازم عشان الوقت بيجري بسرعة، عايزة أعرف من حضرتك كم عدد فعلا الهجروا من ليبيا؟ نحن عارفين أن ليبيا بيقال أنه عدد سكانها 6 مليون. نعم 6 مليون دي حقيقة مش كده؟ نعم. تم تهجير فعلا 2 مليون إلى تونس؟ بين ليبيا بين تونس ومصر والجزائر وتشاد والنيجر حوالي 2 مليون وكسر. والباقي عندنا مهاجرين في داخل ليبيا خلفوا من 500 إلى 600 ألف. طيب ورشفانة بالكامل مهجرة، واعتقد عدد سكانهم حوالي 800 ألف. يعني أنا قلت لك 600 ألف، مليون 600 ألف. تاورغا حوالي 80 ألف مهجرة بالكامل. الجواليش مهجرة بالكامل. طب هذه البلاد المهجرة هل تبع دلوقتي موجود فيها الجيش الوطني الليبي أم الإخوان؟ لا الإخوان ما زالوا مسيطرين على تاورغا دي تبع ما يسمى بدروع الإخوان والميليشيات. بيقال إن هذه الدروع اللي ما أطلق عليها كلمة دروع هم في الأصل من إرهابيين. نعم. وتم تمويلهم زي من قبل مثلا اللي بيسموها رافالة السحاتي. أنا بسمع أسماء فجر ليبيا، بسمع أسماء كثيرة جدا يعني كلها ده يعني فجار ليبيا. فجار ليبيا كل دول كلهم أنتوا بيسموا نفسهم فجر ليبيا وانتم بتسموها فجار ليبيا. بس كل الشعب اللي بيسميهم كده وهم لهم حق طبعا. يعني دول كلهم بيتم دعمهم من قبل قطر. هل نعم دي حقيقة؟ نعم نحن لدينا إثباتات. وهي طيران قطري ينزل في مطار مصراتة، الآخر تأتي من تركيا إلى مصراتة أموال. يعني الارهاب ده اواني مستطرقه. هل فعلا دلوقتي ما قيل انه خلاص ما حدش هيقدر دلوقتي يعدي خالص الى الطيران الليبي بعد الاعلان ده؟ بعد الاعلان تمام ده خلاص تمام. حتى ان المغرب كمان دلوقتي اعلنت ان ما فيش طيران، والجزائر. اذا بالتالي كل من يقترب من سماء ليبيا هو سوف يضرب. نعم مش يضرب على طول، يحضر بالنزول 3 مرات، اذا لم ينزل هيضرب. طب ده بقى اللي بيخليني سؤالي بيطلع ازاي الاسلحه ورمتها من فوق، وده اللي خليني اسال السؤال ده. لا قبل الاعلان بشويه. قبل الاعلان. قبل الاعلان. لكن الان سماء ليبيا في امان. الان باذن الله. نحن الان ما اريد ان اقول لك دكتور حياه والاخوه المشاهدين والشعب المصري العظيم ولكل المشاهدين العرب والليبيين بالذات اللي يسمعوا لي الان. يا سيدتي عندنا 1.5 مليون إلى 1.5 مليون مواطن ليبي مهجر في مصر. هؤلاء أغلبهم عندهم ناس ذبحت في ليبيا. هؤلاء مهجرون من قبل نفس العصابات التي ذبحت هؤلاء الأشقاء المصريين. هؤلاء عندهم حرقت بيوتهم، نهبت ممتلكاتهم، يسمى تخيل وضعوا الليبي يسبي الليبي باسم الإسلام. يعني غنيمة. دلوقتي بقى لازم أسأل سؤال، البترول، أبار البترول تحت يد من؟ الآن أغلبها تحت الحكومة الشرعية الليبية وحرس المنشآت الذي يقاوم الآن قرب منطقة بن جواد ومنطقة الهلال النفطي، حتى الآن تحت سيطرة الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي وما يتبعه من أصل قيل إنه وقت ما دخل الناتو ضربت، قيل إنه ده كانت استفادة بالنسبة لإيطاليا، إنه إيطاليا تدخلت بشركات إيطالية كبيرة وكانت تستنزف البترول الليبي. عشان كده اللي بيخليني أسأل حضرتك، هل هناك تواجد إيطالي للمحافظة على البترول في ليبيا؟ لا. إيطاليا في حقل اسمه حقل البوري. ده في البحر. زاوية إلى الحدود التونسية بامتداد حوالي 180 كيلومتر بعمق حوالي 40 كيلو. ده اللي بتحافظ عليه لإيطاليا. ده اسمه حقل البوري. ده بينتج من 320 ألف برميل في اليوم إلى 500 ألف برميل في اليوم. ده في شركة إيطالية اسمها أجب مع المؤسسة النفط التي كان مسيطر عليها طبعا المؤتمر اللاوطني بتاع الإخوان ده، وضعوا فيها جماعتهم. الآن الإحصائيات اللي بتطلع في ليبيا بيقول لك 180 ألف برميل لا يحسب. فهمني لسه الإخوان لسه ماسكين، يعني أنا كنت عارفة إن هم ماسكين كل حاجة، حتى مؤسسة البترول لسه موجودين. المؤسسة النفطية اللي طبعا قاعدة في طرابلس لسه موجود، هو لسه ماسكينها. هم بقود سلاح الآن مسيطرين على طرابلس رغم الرفض الشعب
في مدينة طرابلس لهؤلاء الناس. لكن يعني لا انا بس عشان ادي فكره بس الساده المشاهدين كصوره، يعني اذا هناك شركه ايطاليه يتم السيطره عليها من قبل الاخوان، وبالتالي هم لهم دخل بيدخلوا، يعني هم قاعدين ولهم فلوس بتدخل لهم كل يوم. عندك لما تضربي في 320 الحد الادنى الان ب$50، وهو من احسن انواع البترول برنت. تمام، دائما اغلى ثمن، وقريب من الشواطئ الايطاليه ومن الاوروبيه. كما تفعل داعش الان في سوريا والعراق. الان تبيع في برميل البترول باقل من $15 لتركيا. يا بركه طبعا، ما كنت لسه هقول تركيا تصدر فيها. هذا واحد من اسباب انخفاض الاسعار. يعني عايزين نقول دلوقتي زي ما بنقول ده جماعه ارهابيه غنيه بتمتلك من خلال الاخوان، وانا بتكلم على هنا في ان هم اللي بيمتلكوا في ليبيا، بيسيطروا على الاموال اللي بتعود من بيع حقل البترول طبعا، وبالتالي بقى لهم دخل يومي. اللي حضرتك قلت كمان ان هم سرقوا البنوك اللي موجوده، بالتالي هم وميزانيه 3 سنوات متتاليه للحكومه الليبيه. تخيل الميزانيه الليبيه في الحكومه الاولى والثانيه والثالثه اقل ميزانيه 76 مليار، ما يعادل 76 دولار في دوله 6 مليون. اكبر ميزانيه ايام المرحوم القذافي ما فاتتش 25 مليون دولار. مليار دولار. نعم. فهذا التضخم ولا إنجاز على الأرض إلا دمار شامل. لم تبنى طوبة واحدة. المشاريع اللي كانت موجودة ب200 مليار، مساكن ومباني على مدى بعيد، واقفة. كل شيء واقف. كمان برضه عشان ندي برضه، فهذه الأموال ذهبت إلى واحد اسمه يوسف ندى. طبعا في سويسرا. وطبعا ما يسمى بتجمع بتاع يوسف القرضاوي، بتاع مش عارف تجمع اللي عامل اجتماع المسلمين. هذا الاشكال العميله خائنه اللي يعطانها دينها. يعني مهما تصف هؤلاء الناس لن تجد لهم كلمة. ما فيش مدارس أو تعليم أو كل وقف 4 سنوات من الدمار الشامل على مستوى الاجتماعي، على مستوى التعليمي، على مستوى الصحي، على مستوى الأمني، على مستوى علاقة الناس ببعض، على علاقة الأسر ببعض، الأخوة ببعض، الأهل ببعض، المدن. يعني كارثة، نكبة. أنا أستغرب من يحتفل بهذه النكبة كمن ذلك الذي كان يتعلق بحبل أحد المشنوقين. أنا مجرما لفرد. الآن هؤلاء يشنقون الوطن. هؤلاء الليبراليون الذين عملاء أمريكا الذين كانوا يطنطنون علينا أنا بس الوقت جري بسرعة. نعم. طلبت من حضرتك يعني حضرتك المستشار السياسي للجيش الوطني الليبي، ومع يعني عايزك تقول لي كده للساده المشاهدين وانت بتكلمهم دلوقتي، الشعب الليبي ماذا يطلب من الشعب المصري؟ لانه الجيش الليبي طلب من الجيش المصري، التقوا مع المسؤولين هنا في وبالتالي هم يعلمون معا ما هي المساعده التي تتم. انا من خلال هذا البرنامج انا بتكلم هنا كشعب ليبي بيوجه كلمه للشعب المصري. ماذا تريد ان توجه الى الشعب المصري؟ لان احنا معاكم، احنا عارفين ان احنا في مرحله حرب وجود، ولكن ماذا تريد؟ يمكن انا ما قدرتش اقوله على لساني كمصريه، انت تقوله على لسانك كليبي الى شقيقك او شقيقتك المصريه. ماذا تقول؟ اؤكد لكم اخوتي في مصر ونساء، انتم المركز في الامه العربيه. انتم مصر ليست صنيعة في التاريخ، بل هي صانعة التاريخ. أنتم صنعوا التاريخ. مصر هي مركز المركز. الأمة العربية مركز المنطقة، وأفريقيا والعالم الإسلامي هي المغناطيس، ولكن مصر هي مركز المركز. وكل مصري يمثل معنى، كل مصرية تمثل هذا المعنى. يعني لما نحن الليبيين ننظر إلى مصر كشقيقة كبرى، نرى فيها الثقافة، الفن، الكتاب، الروائيين، الزعماء السياسيين، من أحمد عرابي، سعد زغلول، إلى جمال عبد الناصر، إلى أنور السادات، إلى السيد عبد الفتاح السيسي، إلى قادة المقاومة
على مستوى الوطن العربي القانونيين عبد الرازق الصنهوري، من ستير الأمة العربية، الثقافة، الكتاب يوسف إدريس، نجيب محفوظ، على فكرة حسين. طول ما انت بتتكلم عن مصر انا مش عايزه البرنامج ينتهي ولان الناس سعيدك بتتكلم على وطني، لكن هذه الثقافة وهذا الوعي نحن نقدره. الموسيقى أم كلثوم، عبد الحليم، هذا جزء من ثقافتنا، من وعينا، وبالتالي لا يمكن أن تفصل عرى الأخوة والوحدة بين هذين الشعبين. وأريد أن أقول كل شعب مصر على مدى 7000 سنة تقوى وتضعف، ولكن عندما قويت لم تعتدي على ليبيا ولم تحتل ليبيا. الاحتلال أتانا من جميع أنحاء العالم إلا من مصر. مصر كانت دائما الحامية لشمال أفريقيا والمغرب العربي بالكامل. ده أكيد، ده أكيد. فنحن ندرك مشاعر المصري، القادة المصريين بحماية ليبيا، دفاع عن السيادة الليبية. نحن نرحب بوجود شعبنا وقوة وإرادة مصر هي من إرادتنا. أكيد دكتور، ولن نرضى أبدا أن تكون ليبيا خنجر مسموم في ظهر مصر. أكيد أبدا أكيد أبدا. أكيد. بشكرك جدا دكتور صلاح عبد الكريم. أكيد أنا كنت بتمنى وأنا بسمع هذه الكلمات من الأخ الليبي في مصر إن كل الطابور الخامس، كل عملاء الأمريكا هنا في مصر، إن هم يعرفوا إحنا ليه بنحب مصر وليه العرب اللي فعلا مخلصين لعروبتهم بيحبوا مصر. وسعيدة بعروبتي، وسعيدة جدا وأنا بسمع كل هذا الكلام مش من مصري زيي، لكن أنا بقول كمان لكل مصري متشكك في نفسه اقوى وارفع رأسك، أنت مصري، الكل فخور بيك، لازم أنت في البداية تكون فخور بنفسك. وتحيا مصر، ومصر دائما سوف تبقى دائما. وانا سعيده النهارده بقول لكم تحيا مصر، وكان نفسي فعلا ان احنا دايما سواد 7 ايام ما نلبسش اسود، نلبس علم مصر. واشوفكم يوم الاحد. وتحيا ليبيا، وتحيا مصر، وتحيا ليبيا، وتحيا العروبه، وتحيا الدول العربيه، ويحيا الاسلام. باذن الله. شكرا.